اوقات كتيره بننام عشان نهرب. ناس كتيره بتبقى فاكره ان النوم لوحده كفايه عشان الراحه، يعني ارتاح فنام. لو انت عايز ترتاح نام، حاول تنامي 8 ساعات، حاولي تنامي وقت اطول. حتى بتنام توصل 12 ساعه 16 ساعه يقوموا برضو تعبانين. لان اوقات النوم بيبقى هروب ان انا اواجه نفسي، ان انا اواجه حاجات خاصه بحياتي انا مش عايزه اواجهها. في اثناء ما احنا بنكون نايمين العقل اللاواعي بيبقى مسيطر على بعض الامور الخاصه بينا. بيحصل ده من خلال الحلم، بيحصل ده حتى من احنا بنكون صاحيين من النوم بنحس بضغط شديد جدا. انا بفتكر برضو الحاجات اللي خاصه بالحاجات اللي انا بحاول اهرب بيها، غصب عني بتحط قدامها وانا مش واخده بالي، ضغط حتى وانا نايمه. ولازم اواجه نفسي، لان مهما هربت منها، مهما هربت لابعد حد ممكن، هيجي حد ومش هقدر اهرب بعديه. هلاقي ده بيظهر عليا فين؟ بيظهر في امراض خاصه بالجسم، امراض مزمنه، مشاكل في التنفس، مشاكل في القلب، صداع، ضغط دايما بيبقى واطي، لون عصبي، والمعده، وكمان حاجات توصل للعظم وغيره. التعب اللي بيتكتم ده هيظهر في يوم من الايام على جسمنا، فبرضه مش هنهرب منه. تفتكروش ان النوم دايما بيبقى هو الحل؟ اوقات بنضطر لازم ان احنا نواجه بعض الامور في حياتنا، او يا اما بنلجأ لبعض المختصين علشان ناخد المساعده النفسيه اللي احنا فعلا محتاجينها.